بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أحبابي إخوتي في اللقاء الثامن من نصائح هامة في عالم الطبخ. حبيت اليوم نحكي عن الأكلات الثلاثة اللي هلأ حاليا مشهورات في المطاعم واللي بيتسابقوا المطاعم عليها لحتى يقدموها بطريقة احترافية كتير كبيرة. إن شاء الله ما استطعت أني أخلصها بحلقة واحدة، رح أجعلها بحلقتين بإذن الله. الأكلات الثلاثة اللي هو رز المندي، رز البخاري، ورز البرياني. شو الفرق بيناتهم بين الرز البرياني والرز البخاري والمندي؟ الفرق لازم أعرفه حتى أستطيع أني أشتغل كل وحدة على حدة بطريقة صحيحة. البرياني أساس العمل فيه هو نقع اللحم باللبن أو بالزبادي. إذن البرياني إذا أنا بدي أشتغله لازم أنقع الفروج أو اللحم بالزبادي. أما البخاري فلازم أنقع أو أطبخ الفروج أو اللحم بماء الطماطم. أخيرا اللي هو المندي واللي أنا هلا حاليا لازم أتكلم عنه، لازم يكون عندي زعفران لحتى أتبل اللحم أو الفروج فيه. إذن هذا هو الخلاف بين الأكلات الثلاثة المشهورة، إني البرياني ينقع ويطبخ باللبن، طبعا له طريقة رح نحكي عنها. البخاري يطبخ بماء الطماطم، كمان له طريقة ويضاف عليه بعض الأمور. وأخيرا المندي لازم يكون عندي الزعفران حصرا. أصل أكلة المندي هي دفن الأكل في حفرة. إذا الشهرة اللي إجت عليها هالأكلة هي هو إني سابقا كانوا يعملوا حفرة حوالي المتر محفورة في الأرض ويعبوها حطب ويشعلوا هالحطب هذا، وبعدين يجيبوا الطنجرة يضعوا فيها الرز واللحم بعد ما يكونوا متبلوه بالزعفران ويغلقوه بشكل جيد، ويحطوا لوح حديدي أو لوح حجري ويردموا عليه التراب ويغلقوا هالحفرة هي لمدة ساعات حتى هالأكل هذا يتفخر وياخد طعمة مميزة وساحرة. طبعا أنا إذا بدي أشتغله في البيت ما رح أستطيع أشتغله إلا إذا كان عندي أقل شيء فرن. رح نطلع على البهارات الموجودة لهالمكونة هي اللي هي رز المندي. طبعا بسيطة، كتير بسيطة، مثل ما لكم شايفين أمامكم: بصلة وتوم. هذول أول شيء يقلوا بالزيت، بعد ما أفرمن ناعم وأخليهم بالزيت بضع ليمونة برية، قليل من الكمون، قليل من الهال، قليل من القرنفل، وقليل من القرفة. هيك بيكون المكون جاهز للرز. بيبقى عندي اللحم أو الفروج. اللحم أو الفروج بوجود الزعفران ووجود الزيت. أنا بدهن الفروج وبعدين بغلفه بورق السلوفان وبضعه بالفرن حوالي ساعة و45 دقيقة أو ساعة ونصف لحتى ينضجوا مع بعض. أخيرا بعد ما أنتهي لازم أحقق الشرط الثاني لحتى أعطي نكهة المندي، وهو أني أأتي بهالفحمة هي وأشعله وأحطها داخل الطنجرة بنقطتين زيت وتكون مشعولة، بتعطي دخان معين. هالدخان هذا بيخلي نكهة المندي تكون قريبة للطبخة الأصلية اللي بدفنوا فيها سابقا المندي. إذن هاي أساس شغل المندي إن شاء الله. أتمنى أني أعطيت معلومة سريعة وأعطيت أني معلومة استفدت منها. أي شخص عنده استفسار بإمكانه يسألني بالتعليق وأنا جاهز لأي استفسار. نلتقي إن شاء الله على طاعة الله في لقاء آخر إن شاء الله نتحدث فيه عن البرياني والبخاري. السلام عليكم ورحمة الله.